لاحظوا الصدق في الفكر، في العلم، في المعرفة، في القانون، في الدستور، في المشروع، هذا الصدق. بعد ذلك التطبيق، العدالة في التطبيق. العدالة في التطبيق يعني هذا قانون موجود، والذي يطبق القانون معصوم عادل، بحيث يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها، هذا الحاكم اللي يحكم العالم، اسمعه، المسلم أمير المؤمنين، والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. يعني السبع سماوات عند علي بن أبي طالب لا تقوم مقام نملة مظلومة. تفهم هذا الكلام حبيبي ولا ما تفهم؟ يعني نملة مظلومة تحمل قشة شعير، جلب شعير بفمها، وتمشي أمامك ورايحة لبيتها. أمير المؤمنين يقول الذي ينزع هذه جلبة الشعير من النملة، هذا الظلم الذي يقع على النملة لا يساويه تهديم السماوات السبع والأراضين السبع. شوفوا أحبابي، فتشوفون الناس يظلمون، يسحقون، يعتدون عليهم، يداهمون البيوت، يعتقلون الناس، يملؤون السجون بالشباب والنساء والرجال، في كل مكان الآن هكذا. بس الظالم يبقى ظالم، اسواد وجه الدارين، وإلا هذا وين؟ سبحان الله. والله يقسم بالله أمير المؤمنين علي، والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها. أنت تشوفها نملة تقول هاي نملة ما لها قيمة. لا حبيبي، هاي النملة لها سورة في القرآن باسمها، تعرف ولا ما تعرف؟ سورة النمل، تشوفها أنت أمامك، لها سورة باسمها، سورة النمل، ولها حديث وحوار مع نبي الله سليمان بن داود، الله يسجل حوارها، حوار النملة. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها سليمان، وطلب النملة وجيء بالنملة لأنهم مروا على وادي النمل. فلما أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، جاءوا بها وتكلم معها سليمان، نحن في الجو وأنت في الأرض تقولين لا يحطمنكم سليمان وجنود. قالت يا رسول الله يا نبي الله إن موكبك هذا له عظمة وأبهة، فخشيت أن يجتذب ويأخذ توجه قومي عن عبادة الله، هذا النمل يبقى يفكر في موكبك، فقلت لهم ادخلوا مساكنكم. وكلام طويل سبحان الله، ما في القرآن موجود. لماذا سماك الله سليمان؟ لماذا سمي أبوك داود؟ لماذا قال لماذا؟ سبحان الله. شوف يتكلم مع النملة كما تكلم مع الهدهد. الهدهد ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، وإذا الهدهد اجى ووقف قال أحط بما لم تحط به. شوف يتكلم بقوة وشخصية أمام سليمان، أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. بعدين الهدهد يقول وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. كيف يسجدون للشمس من دون الله؟ الكون كله مطيع لله وساجد لله. فالذي يتكلم مع الهدهد يتكلم مع النملة. لماذا سمي أبوك داود؟ سليمان قال لماذا؟ قالت لأنه داوى جرحه بالدعاء فسمي داود. هاي النملة لها سورة في القرآن اسمها سورة النمل، عجيب. طيب هذه النملة تحاورت مع سليمان النبي العظيم، لكن الله ما سجل السورة باسم سليمان، ما قال هاي سورة سليمان، رغم أنه عندنا سورة هود موجودة، سورة يوسف، السورة اللي موجودة في سورة يونس، سورة إبراهيم،
لا، ما سجل السورة باسم سليمان، سجلها باسم النملة الضعيفة، حتى تعرف أنه ليس هناك ضعيف عند الله، هذا ضعيف وهذا قوي. لذلك أمير المؤمنين الذي يتكلم عن النملة يقول: الضعيف عندي قوي حتى أخذ الحق له، والقوي عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه. علي أمير المؤمنين يقول، فتسجل السورة باسمها النملة الضعيفة.